لكن مع ركان تختلف الرواية، فسنوات عمره التسع قضاها في كنف والدين لم يرحموه ضربا وحرقا. كان يعنف يوميا من خلال قلع أظافره وحرقه بالماء المغلي والكي وغيرها الكثير من أساليب التعذيب، دون أن تسعفه الدموع أو تنقذه الآه من واقع مرير تسولت فيه الطفولة الرحمة من أب وأم. الناس نخاف منه وإنه عصبي من دون سبب، يعني هيك يضربك كان عصبي كده. حتى لما يكون برا وقاع وجاي من برا طفشان يقوم يضربني على طول، ما يبغى يشوفني، يقول ما يبغاني. وأمك إيش كانت تسوي لما كان يضربك؟ هي كانت ما تضربني، بس لما هو حرشها قالت سمعت كلامه يعني وقاعدة تسوي زي ما سوت له. إيش سوت فيك أمك؟ حرقتني بالموية وبالقهوة وبالحليب، كل شيء يعني، كله مساوي الاثنين. كتب القدر حياته ليكون الابن الأكبر بين إخوته الذين يعيشون بأمان في منزل وفر لهم كل شيء بعكسه هو، وهو ما لن تستطيع فهمه ولن تطيق احتماله. كان يخليني أنام في الحمام، وكان يخليني أنام تحت السرير وأكل عيش وماي بس، ما أتغدى زيه، حتى في رمضان كده. أنا أصوم بس خليني أكل كده. ليش كمان؟ قطع لي يدي بالسكينة، يكهربني في الكهرباء، بس الله يسامحه ويسامح ماما كمان. أنا نفسي أعرف لما هذا يجيبون مثلا دحين هذا يجيبون أولاد ولا يضربوهم كده، يخلوهم من باب الطاقة ويضربوهم. أنا عشان أكره هذول. من هم هذول؟ اللي يخلفون أولاد يضربوهم كده، يشوفوهم أصلا مو أبويا ولا أمي اللي يحرقوني، ربنا. صح ولا لا؟ ربنا اللي حرقنا بالنار. ربنا اللي خلقنا، صح؟ صح، هو اللي حرقنا. مثلا إذا سوانا غلط، إذا كذبنا، هو اللي حرقنا، هو اللي حطنا في النار. بس ده أمنا وأبونا لا. صح، أمنا وأبونا مفروض بس يحكوا لنا هذا صح وهذا غلط، بس اللي بحاسبنا مين؟ ربنا. دموع ترقرقت على طرف فما كان بأنامله إلا أن تمحيها، محاولة أن تكذب ما فعله القدر بأعين اكتحلت بالحزن وقبلة تطلب ابتسامة. فكيف لنا أن نضيء لك قنديل الأمل، وكيف لنا يا ركان أن ننسيك ما سببوه من جراح.